حين طلب منه سبحانه مناما أن يذبح ولده قربانا لله، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سأله إسماعيل: هل أمرك ربي بذبحي؟ سأل والده، سأل إبراهيم عليه السلام: هل أمرك ربي بذبحي؟ قال: نعم. عنده قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وروي أنه لما بلغ موضع الذبح وكان ذلك بمنى عند الصخرة أسلم لله وتله للجبين. هناك ناداه ربه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما أضجعه قال: يا أبت اربط يدي إلى عنقي واشدد رباطي كي لا يصيبك مني شيء فينقص أجري، فإن الموت شديد، واستحدي سفرتك وحول وجهي إلى الأرض، فإني أخشى أن أضطرب فيدركك رأفة الآباء فتحول بينك وبين الله، ورد قميصي إلى أمي فإنها عسى تسأل عني، وسلها يا أبت ما استطعت. فقال له إبراهيم: نعم العون وجدتك يا بني على أمر الله. فلما ربط إبراهيم يديه ربطا محكما وألقاه على الأرض تفكر الغلام في نفسه فقال: حلني يا أبت حتى لا يراني الله أنفذ أمره مكرها. وليعلم الملائكة أن ابن الخليل مطيع لله ولأمره، فمد يده ورجله بلا وثاق وحول وجهه إلى الأرض وأدخل الشفرة إلى حلقه فأمرها بجميع قوته فلم تقطع بإذن الله تعالى. وفعل ذلك مرات حتى أدركه جبريل عليه السلام. نزل جبريل عليه السلام: أن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل، نزل بكبش أملح أقرن وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فتلقاه سيدنا إبراهيم وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وسمعهما إسماعيل فأخذ يردد: لا إله إلا الله والله أكبر. فصار هذا التكبير شعارا لعيد الأضحى ولأيام التشريق، نهلل ونكبر حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى. هذا التكبير